حق الاسماعيلي فين؟ حق النشأة بتاعت الولد. تعب معاه على حسب امكاناته، ومين اللي اظهره؟ النادي الاسماعيلي. ايا كان اللي بيحطوا بقى شماعه مفيش اهتمام، مفيش فلوس، اصل ما بدوش. لا، احنا اهم حاجه في الاخر ايه؟ المحصله في الاخر، ان اللاعب ممكن من 17 سنه زي ما حصل مع احمد فتحي ومحمود وحيد. صحيح. لعبوا 17 سنه، وحسني عبد ربه صح. لعبوا 17 سنه. يعني الفرصه في النادي الاسماعيلي موجوده طالما اللاعب عنده قدره انه يتوجد. بيتوجد يعني، هو اللي بيثبت كفاءته بنفسه، ما بتلاقيهاش في اي نادي. فاحنا بنقول ازاي اولياء الامور ما ينساقوش لوكلاء اللاعبين اللي بتقول للاعب ما تمضيش للنادي كذا لان انا جايب لك حاجه بره اكتر ومالكش دعوه، هسفرك بره. وانت بتكلمني على المبالغ وحاجه بره اكتر. المبالغه في اسعار اللاعبين داخليا، بحيث ان هو لما بيسافر بره بيكون سعره اقل من كده بكتير. ايه سر التناقض بين التوازن بين الاثنين؟ هنا سعره في مصر اغلى من بره. هو لابد برضه يا استاذ خالد، لابد ان يكون في بورصه رياضيه برضه، وفي لوائح بتحكم الفئات داخل النادي. نعم. ان اللعيب ده بياخد كذا على اي اساس، واللعيب ده بياخد كذا اقل على اي اساس. لابد ان يكون في ضوابط ولوائح تحكم ان فلان ده كذا. يعني احنا شفنا برضو الفتره اللي فاتت ان في لعيبه في انجلترا زي يايا توريه مثلا، سمع الموضوع ده. تمام. بياخد مبلغ في مانشستر سيتي اكتر من ميسي في برشلونه. ولكن ميسي ليه نظام تاني، بس العقد محترم هناك، ليه بقى دعايه وليه الاعلانات وليه، ده موضوع تاني. فبيلم اكتر من اي حد. انما احنا بنتكلم على العقد الحقيقي اللي موجود. الراجل ده راضي، ميسي مثلا من احسن لعيبه العالم، راضي ان هو ب 10 مليون ونص يورو، 12 ونص بالنسبه ليايا توريه في مانشستر سيتي. ولكن ده مقتنع وده مقتنع، بحيث ان وده احسن لاعب في العالم. فبنقول ان لابد ان يكون في لوائح تحكم كل نادي بيتصرف مع لعيبته ازاي، ولا بيكون في قناعه وفي احترام. صح. وفي احترام للتعاقد، لمده التعاقد، بحيث ان احنا مش عايزين الوكلاء يحمضوا دماغ اللاعب ويبدا يتعامل مع ناديه بطريقه مش حلوه، واللاعب بيبقى في الاخر بيظهر بشكل مش حلو لناديه، وبيبقى تبدا بقى المشاكل. فاحنا عايزين القنوات الشرعيه اللي تحكم احتراف اللاعب سواء داخل او خارج. نتمنى ده يا كابتن. لكن ده هيخلينا بقى ندخل في النادي الاسماعيلي طبعا وسقف اللعيبه. يعني النادي الاسماعيلي في السنه اللي فاتت قال لك نعمل سقف للعيبه 1,200,000 تقريبا، يعني او 1,000,000 يعني في الرينج ده. وحضرتك كنت موجود؟ كنت موجود طبعا. انا بقول كنت موجود، امال انت فين دلوقتي؟ موجود برضه الحمد لله. لا تقول لي كنت فين، انت قلت لي كنت موجود، انت اللي قلت مش انا اللي قلت. لا هو بس يعني طبعا انا الفتره حضرتك اتكلمت فيها دي كنت مثلا رئيس لجنه تعاقد، كان معايا برضه اخوه اعزاء يعني. جميل. كابتن علي غيط وكابتن محمد صلاح. ما خلينا هنرجع للفتره اللي بقول لك انت فين دلوقتي يا كابتن. فحاليا بدانا من 1/6 كابتن اسماعيل وكابتن محمود جابر مشرفين على قطاع الناشئين. حلو. وحصل مجلس جديد المحترم طبعا محمد ابو السود برضه يعني عمل تغيير، وطبعا من حقه طبعا. لا بس كان في كلام ان حضرتك هتكون ضمن لجنه للاشراف على الكوره او القطاع او حاجه. والله انا طبعا الكلام ده كله في مواقع يا استاذ خالد. طبعا مفيش حد يكلمك بشكل رسمي لا ولا لا الاخوه الزملاء طبعا محترمين، طبعا ما حدش كلمني. فطبعا بعتبر ان الكلام ده كلام كمواقع بتاع، انا مش بقول بكذبه، ولكن بقول يعني يستحب ان برضه ان لو كان في عمل لكابتن اسماعيل داخل النادي الاسماعيلي، ممكن اخ من الاخوه الاعزاء في مجلس الاداره مثلا، او اي حد مثلا لو كان في ده مش فرض عليه، وده حق اي مجلس. تمام. يختار الناس اللي محتاجهم سواء في بدايه موسم سواء قطاع ناشئين او اي مكان. ف يعني ده كل ده سمع في المواقع، وانا طبعا تحت امر النادي في اي مكان. ده اضافه يا كابتن لاي مكان وقيمه بجد يعني. فضل. لكن خلينا نرجع لجزئيه سقف اللعيبه. وحضرتك كنت موجود زي ما قلت في لجنه التعاقدات، وبنتكلم على هو برضه اتناقشنا يا استاذ خالد برضه بشكل يعني بحيث ان النادي الاسماعيلي يعني مش عايزين نقول ان احنا تدخلنا عشان نقلل سعر اللعيبه او كده، لا. الظروف اللي بتمر بها البلاد اولا، الظروف اللي بيمر بها النادي الاسماعيلي خاصه، كان لابد ان يتعمل ضوابط للعقود. يعني برضو يعني ده شيء على فكره، ده شيء مش مرفوض، ده شيء ايجابي. وبرضه انا هرجع برضه للنقطه اللي قلت لك، ليه فلان ياخد كذا وليه فلان ياخد كذا. الناحيه الخبره بتاعته، عدد سنين اللعب بتاعته، عدد الاجاده بتاعته، دولي ولا لا، اشتراكه، صح. التزامه، كل ده ليه تقييم فني صحيح، تقييم، فبيتحط في حاجه. ولكن برضه تتناسب مع ميزانيات النادي الاسماعيلي عشان يقدر
يدفع العقود اللي بيلتزم بيها. لان احنا لو دخلنا دلوقتي كاحتراف زي اوروبا، اللي انت هتقوله لازم ينفذ، يا اما هيتخصم منك لو ما التزمتش بالعقود اللي انت ابرمتها مع اللعيبه، هيبقى في مشاكل كبيره. فاحنا دي برضو كانت كبدايه ان انت تحط ضوابط لعمليه الاحتراف، اللي ان شاء الله لما تخش في احتراف حقيقي لابد انك تلتزم باللي هتقوله، ان فلان ده ليه عقده كذا، لازم تلتزم بالمستحقات الا لما يكون في عقوبات بقى على هذا النادي. طيب هسألك سؤال هو مترتب عليه سؤال تاني، بس اسمع منك الاجابه الاول عشان اعرف اقول السؤال التاني ينفع يتسال ولا لا. اتفضل. انت مطمن للاسماعيلي او للفريق في الفتره اللي جايه؟ باذن الله لازم يكون في تفاؤل. التفاؤل اكيد ان شاء الله يكون موجود. لازم انا اقصد انت رؤيتك الفنيه لمجموعه اللاعبين اللي انتوا جبتوهم. احنا عايزين مسانده وعايزين خبره وعايزين مش عايزين تربص، وعايزين نديهم الثقه، وبعدين الثقه تتاخد وتتابع الثقه وتتابعها سواء داخل او خارج الملعب. جهاز اسماعيلاوي، الجهاز اللي السنه اللي فاتت بقياده الكابتن محمود جابر ادى ما عليه مع الكابتن ابو طالب، مع الكابتن عصام عبد العال، مع كابتن السعفان، لازم نسانده من اولاد النادي الناجحين. الجهاز السنه دي الكابتن صبري، الكابتن اشرف خضر، الكابتن حمام ابراهيم، الكابتن سعفان برضه، لازم نساندهم، عاملين شغل كويس. مش لازم مره واحده زي ما النادي، انا اعتبر النادي طالع من قسم تاني بنقف بيتوقف جنبه، ففي مجموعه لعيبه مشت فعلا 10 لعيبه لظروف خارجه عن اراده النادي الاسماعيلي. طب ماذا عن اجم لعيبه